السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا حبايبي. النهاردة أنا هنعمل أكل على قد الإيد كده. هوريكم لازم كل واحد يمشي على قد إيده في الظروف اللي احنا فيها ديت وفي غلو الأسعار. فنعمل إيه؟ احنا في يوم بقالنا أسبوع ما عملناش حاجة فيها لحوم، فقررت إن أنا أعمل حاجة. احنا 4 وعندي ربع كيلو لحمة في التلاجة، طلعته كان في الفريزر، طلعته قلت أسويه مرة واحدة ما أقطعوش علشان يحتفظ بطعمه ويحتفظ الكتلة بتاعته ما تخسش زي ما بنقطع اللحمة ونحطها فبتكش شوية. قلت ديت بتفضل بخيرها لما بتستوي بطلعها أقطعها بتبقى طعم. ونعمل جنب منها شوية رز. وهوريكم بقى الفرق بين التبذير وبين الاقتصاد. انا كنت عاملة بطاطس شيبسي الصبح علشان الفطار، اللي ولاد قرروا ما يفطروش. فاعمل ايه في البطاطس الشيبسي؟ قمت جاية هتشوفوا دلوقتي انا عملت فيها ايه. عملتها بصلصة وعملت رحت عاملة الصلصة وحط في البطاطس الشيبسي، ما خدتش 5 دقايق في السوا. مش مهم، المهم انها بطاطس نظيفة، مش مهم بقى تقطعها صغير تقطعها شيبسي تقطعها ده. فرحت جاية بسرعة بسرعة وعاملة لها صلصة، وعملت جنب منها رز ابيض والربع كيلو لحمة يا جماعة. البطاطس اهيت صوابع، رحت مقطع الصوابع اتنينات. هرميها ولا اسيبها لتاني يوم؟ البطاطس بتسود او كده، او هضطر ان انا اديلها نص قلية وعينها في الفريزر. لا احنا في وقت بقى دلوقتي مش مستاهله الحاجات دي. وادي القطعة اللحمة اهيت يا جماعة. بعد ما استوت انا هقطعها على قد الاربع منابات اهي. اتقطعت 4 منابات واديتها غلوة كمان واحدة وطفيت عليها. وان شاء الله يعجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.